الجبنه؟ تعال نجاوب على السؤال ده، مين اللي اكل الجبنه؟ النهارده انا مش هسيبكم لحد ما تقروا وتعترفوا. في كتاب صغير جدا بسيط جدا لكن ضرب في قلب المشكله، هو موفد ماي تشيز، او مين الذي حرك قطعه الجبنه بتاعتي. تعال اقول لك حكايه الكتاب وحكايتك انت معاه. القصه بتحكي عن 4 شخصيات، 2 فار ستيف وسكوري، و2 بشر اقزام هيم وهاو. ال4 شخصيات عايشين في متاهه بيدوروا كل يوم على الجبنه، والجبنه هنا مش اكل، الجبنه رمز لاي حاجه بنسعى وراها، وظيفه، حب، استقرار، نجاح، مال. في يوم الجبنه اختفت، الفيران اتصرفوا بسرعه قالوا الجبنه اختفت لازم نتحرك، انما البشر لا. هيم فضل يصرخ ليه حصل كده، وهاو استنى يمكن الجبنه ترجع. وفي النهايه هاو قرر يتحرك، يتغلب على الخوف ويدور في المتاهه، وكتب على الحيطه رساله بتقول لو ما اتحركتش هتختفي مع الجبنه. القصه رمزيه جدا لكنها بتكشف واقعنا، احنا مين؟ ستيف اللي بيتاقلم بسرعه، ولا هيم اللي بيقعد يلوم الظروف؟ كم مره الفرصه راحت والمكان اتغير والسوق اتقلب واحنا فضلنا قاعدين في نفس المكان مستنيين الوضع يرجع زي ما كان؟ الحقيقه مفيش حاجه بترجع زي ما كانت. الناس الناجحين مش هم اللي اتولدوا في ظروف احسن، الناس الناجحين هم اللي اول ما شموا ان الجبنه بتخلص اتحركوا يدوروا على غيرها. اما الباقيين لسه بيقولوا انا مظلوم، الدنيا غداره. الدروس المستخلصه، اول حاجه التغيير مش اختيار، التغيير هو القاعده. تاني حاجه لو فضلت مكانك يبقى اخترت انك تفشل بايدك. تالت حاجه الخوف طبيعي بس الاستسلام ليه هو اللي مش طبيعي. رابع حاجه كل ما تتحرك بدري كل ما فرصتك تكبر. خامس حاجه المتاهه صعبه بس الجبنه مش هتيجي لحد بابك، الجبنه اتحركت. والسؤال الحقيقي هل هتتحرك وراها؟ شاركني في الكومنتات وقول لي انت فين دلوقتي، لسه مستني نفس الفرصه ولا بدات تمشي في المتاهه؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لان الفيديو اللي جاي هيخليك تراجع كل خطه في حياتك.